مهرجان أسرة. نرحب بضيفنا الكريم سي محمد أخوشاح، عضو جمعية واحة الذاكرة المشتركة بزاكورة، ونرحب كذلك بالمقررة صفاء رفاس، عضوة جمعية الصفاء بتكوي. صفاء رفاس. احنا حاضرين اليوم بفضاء المقهى الأدبي بزاكورة في إطار فعاليات المهرجان الدولي لملتقى القوافل المسرحية. اليوم هذه هي الندوة الثانية في إطار فعالية المهرجان. الندوة كتحمل عنوان تثمين التراث الفني بواحة ضرعا، اللي كانت المداخلة الرئيسية فيها من طرف جمعية واحة الذاكرة المشتركة بزاكورة. الندوة كانت حول تثمين التراث الفني بالقصبات وبأسرق، تثمين التراث المادي واللامادي بواحة ضرعا. أخوشاح كاتب في المكتب الإداري لجمعية الذاكرة المشتركة واحة ضرعا زاكورة. اليوم حضرنا بدعوة من جمعية فينيق لحضور مداخلة حول تثمين التراث المادي واللامادي بمنطقة زاكورة، وتمت المداخلة بمناقشة جميع الحضور، أساتذة كلهم حاضر اللي حضروا، ناقشوا الموضوع بجدية وباشتياق وتوصيات للعمل على المحافظة على التراث المادي واللامادي بمنطقة زاكورة.